من نهار خرجت المدونة في 2004 والهضره عليها ما كتساليش. مدونة الأسرة هي القانون اللي خرج هذيك اكثر من 19 عام، وبالضبط في خطاب العرش اللي دار الملك محمد السادس في 2003. والهدف من هذا القانون هي تنظم العلاقات الأسرية بواحد الطريقة اللي عادلة ومتوازنة. وفي الوقت اللي كنعيشوا فيه دابا واللي هو الاخر ديال 2024 ومع التطور في المجتمع المغربي، كاين نقاش كبير على التعديلات اللي جات بها مدونة الأسرة الجديدة والتأثير ديالها على الواقع الأسري والمحيط العائلي. هادشي كيخلينا نسولوا راسنا، واش هاد التعديلات كافيه باش تحمي كاع الافراد ديال الاسره؟ اليوم الاخوان غادي نتكلموا على الاصلاحات الجديده اللي جات في مدونه الاسره ونشوفوا واش كتوازن مع الشريعه الاسلاميه. الهضره على التغييرات الجديده اللي جات في مدونه الاسره دارت ضجه في الساحه المغربيه ورونات مواقع التواصل الاجتماعي، وخلات كل واحد سواء مرا ولا راجل يعطي الراي ديالو فيها. كاين اللي كيعارض هاد التعديلات وكاين اللي كيأيدهم. ومن بين التغييرات اللي جات في مقترح تعديل ديال مدونه الاسره كنلقاو الزواج ديال القاصرات اللي ديما كتكون عليه هضره كثير، والتعديل اللي جا فيه كيهدف باش يتمنع الزواج ديال القاصرات بصفه نهائيه، بعد ما كان هاد النوع ديال الزواج مسموح به في المدونه القديمه. وهذا التعديل كتعتبر نقطه قويه باش تحمي الطفوله ديال البنات خاصه اللي عندهم اقل من 18 سنه. هادشي كيخلينا نطرحوا سؤال مهم، كيفاش غادي يطبق هذا التعديل في العالم القروي، بحيث ان العادات والتقاليد فيه كتلعب واحد الدور مهم في القرارات الاسريه. وموضوع الطلاق اللي حتى هو جا في التعديلات واللي دار باش يبسط الاجراءات اللي كتعلق بالنفقه والحضانه والمصلحه ديال الاولاد. في المدونه القديمه المراه كانت كتلقى بزاف ديال العراقيل القانونيه باش تاخذ الحق ديالها وديال ولادها، وهاد التعديلات جات باش يكون توازن ما بين الزوجين وتعطى الاولويه للطفل في القرارات اللي كيصدرها القضاء. اما التعدد حتى هو من المواضيع اللي دارت ضجه في هاد الايام واللي حتى هو جا في التعديلات. والمدونه القديمه وافقات عليه ولكن بشروط صارمه، والتغييرات اللي تقترحات في المدونه الجديده الهدف منها هو ما يبقاش تعدد في الزواج نهائيا. وهذا التوجيه كيدخلنا بزاف ديال التساؤلات، واش المتطلبات ديال هذا العصر كتوافق مع التقاليد الدينيه خاصه في مجتمع بحال ديال المغرب؟ وحتى الميراث ولا الارث كيدخل في الدائره ديال النقاش. والتعديلات اللي جات فيه هي تكون مساواه ما بين الاولاد والبنات في الورث، وكاين اللي كيعتبر ان هذه الخطوه هي عداله اجتماعيه ما بين الذكر والانثى في القسمه، وكاين اللي كيشوف ان هذا القرار كيعارض الشريعه الاسلاميه والاحكام ديالها. والحلول اللي دارت على التعديل الجديد في الارث دارت باش يكون تساوي ما بين الجنسين، وهذا الشيء خلى الشارع المغربي يشعل بالانتقادات ما بين الناس اللي مدافعين على المساواه وبين المعارضين اللي كيشوفوا ان الشرع ما فيهش المساواه. وكاين اللي كيقول ان هذه المدونه جات في الصالح ديال المراه وقصات الراجل من الحقوق ديالو. التعديلات اللي جات في مدونه الاسره الجديده باقي ما كاين منها والو، يعني باقي ما صادقش عليها الملك محمد السادس بشكل نهائي. وانتم اخوتي خواتاتي اشنو بان لكم في هذه المدونه الجديده؟ واش غادي تكون في صالح الاسره المغربيه اولا غادي تخرب الاسره المغربيه؟ وكيف العاده جاوبوني في التعاليق، وما تنساوش ديروا متابعه على الصفحه واشتركوا في القناه ديالي على اليوتيوب وخليو تعليق على الموضوع كيف ما كان وبارطاجيو الفيديو باش يستافد الجميع، ونتلاقاو في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.